هم احدث فيلمين في السينما. استعانوا بستانتمان مصنوعين من روبوتس. يعني ايه؟ يعني دوبلير روبوت، مش يعني دوبلير بني ادم. فدي اثارت الغضب طبعا لكذا دوبلير، لان هم حسوا ان هم كده المهنة بتاعتهم يعني هتتقتل، هتنتهي، وان الروبوتس دي هتحل محلهم، فبالتالي هم مش هيبقى ليهم اي داعي. على الرغم ان هم برضو كانوا بيشتكوا قبل كده من ان هم برضو كانوا بيتصابوا، وكان في منهم بيموتوا وما كانش بيتعمل لهم اي حاجة. بس طبعا لما نيجي بقى في الموضوع ده، لا، فيها طبعا ان دي عمالة كاملة هتقعد في البيت. تمام. دي مثلا من ضمن اول التطورات، بس لسه الموضوع هيزيد مع الوقت. في مثلا حاجة تانية في 2019 اعلنتها شركة وارنر براز. هي حاجة بتشتغل عليها يعني بقالها سنين، وحاجة كده هي هتظهر في خلال رينج كده ما بين سنة ل3 سنين تقريبا. فكرة ان هما في طريقة جديدة في الانتاج، هيغيروا شكل آليات انشاء ميزانية انتاجية. يعني ايه؟ اللي كان بيعمل ده بني ادمين، بشر، ناس شغالة في تخصص الانتاج، مدير انتاج بقى ومساعد مخرج والناس اللي بتحط ورقة الميزانية وورقة البرودكشن سكادجول والحاجات دي، او اللي هي يعني الشوتينج سكادجول. ايه البديل بتاعها؟ يعني ايه البديل للبني ادمين؟ الذكاء الاصطناعي. للأسف في حاجة كده سوفت وير تقريبا بيعتمد على الذكاء الاصطناعي، هيبدأ هو هيعمل من نفسه كل الحسابات، ان هو مثلا ايه الفيلم ده هيكلفهم قد ايه من حيث المعدات، من حيث الاجور، من حيث وحيث وكذا وكذا وكذا. والذكاء الاصطناعي ده كله من اوله لاخره هو اللي هيحط الميزانية. واتقال برضو انه هيحط كمان جداول المتعلقة بالامور الانتاجية الاخرى، ده على لسان الشركة. فدي طبعا يعني صدمة كبيرة جدا، لان دي برضو يمكن يعني هتقلل بنسبة كبيرة برضو الناس اللي بتشتغل في الانتاج. يعني ويا سلام لو الموضوع وصل ان كذا شركة مشيت على نفس المنهج ده، هتقعد ناس كتير في البيت. يعني لان هو لحد دلوقتي دي هتبقى حاجة خاصة بشركة وارنر براز. ما نعرفش طبعا هل في حد تاني هيتبع نفس المنهج ده، او الشركات التانية هتتبع المنهج الستاندرد بتاعها، ان هو ناس هي اللي تعمل لهم الميزانيات دي، وناس هي اللي هتعمل لهم الحاجات الانتاجية، ما يعتمدوش على كمبيوتر او اي نوع من انواع الذكاء الاصطناعي. طيب في بقى كمان، ودي بقى القنبلة الكبيرة، الفيرتشوال برودكشن. ايه هو الفيرتشوال برودكشن ده؟ دي شاشة كده كبيرة، بتبقى يعني بتبقى يعني بتبقى شاشة كده زي شاشة التلفزيون بس كبيرة قوي. فاهم؟ بت بت بتس مش بتستعرض، يعني اللي هو عايز اقول انها بتجيب الصورة المتحددة، وبتجيب واحد بيقف على شاشة الفيرتشوال برودكشن دي، وبتصوره كأنه فعلا هو جوه المكان ده. يعني مثلا انا عايز اجيب ان هو في الصحراء مثلا، ومش عايز انزل الصحراء بجد، فبجيب شاشة، بفتح بتابع اسلوب الفيرتشوال برودكشن، بجيب صورة الصحراء بحطها في الشاشة، واحط مثلا البطل بتاعنا واصوره هو في الصحراء كأنه في الصحراء بجد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفيرتشوال برودكشن هيحل محل الكروما، وده بقى الاجدد منه. فدي طبعا هي دي طبعا مش هتأثر بالنسبة لعمالة الجرافيكس وكده، لا، بس هتأثر بالنسبة للاستوديوهات نفسها اللي لسه ماشية على موضوع كروما ده، ولسه ما عندهاش الفيرتشوال برودكشن. لان الفيرتشوال برودكشن ده
هيبقى عليه طلب اكبر بكتير من الكروما، وان في مخرجين ابتدوا يفضلوه عن الكروما، وفي مخرجين اشتغلوا عليه اوريدي. يعني في مثلا مسلسل ذا ماندلوريان، الموسم الاول واعتقد كمان الموسم التاني، اعتمدوا كده في مشاهد اعتمدوا بيها على الفيرتشوال برودكشن، ودي كانت بديلة للكروما. وفي مثلا مخرجين تانيين بدأوا دلوقتي يعملوا الدراسات بتاعتهم في الفيرتشوال برودكشن، ان هم يعني بيذاكروا الموضوع، بيشوفوا هل هو مثلا فعلا احسن من الكروما في الشغل ولا لأ، واتعمل عليه تس. وفي مخرجين يعني اعجبوا بالموضوع، وفي منهم هيبدأوا يطبقوا على اعمالهم اللي جاية. ودي طبعا يعني تطور جديد، يعني مفاجأة جديدة. وهي برضو هي الى الان هي مكلفة يمكن عن الكروما، بس بتطلع حاجة بشكل وجودة افضل بكتير من لما مثلا تعملها على كروما. بس طبعا يعني كروما هي مش هتموت بنسبة 100%، لان برضو في ناس اكيد هتبقى لسه بتستعين بالكروما. يعني اكيد يعني، لان انا ما افتكرش انها ممكن تتقتل. ده استنتاج الجملة الأخيرة دي، جملتي الأخيرة، ده مجرد استنتاج. طبعا هو أنا يعني لو في أي رأي مختلف عني، أنا مستعد إن أنا أسمعه وأعرف منه أكتر. وده يعني حاجة على عيني وعلى راسي. ويعني أي كلام هتبقى عايز تقولهولي، لو كلامي مش مظبوط 100%، أنا ممكن أتناقش معاك فيه ونفهم مع بعض، ونشوف الموضوع يعني هيبقى ماشي ازاي من ناحية ال virtual production ده، وانه هل فعلا الكروما هتموت ولا مش هتموت. بس انا بالنسبة لي شايف ان الكروما مش هتموت بنسبة 100%، يعني برضه هيبقى لسه ليها بقية، لسه هيبقى ليها وجود ولو شوية. لو مش عشان حتى الناس اللي شغالة في الصناعة الكبيرة، هتبقى علشان حتى الناس. لانك تختار برضو النهاية تبقى عاملة ازاي. وده على فكرة مش يعني مش هي حاجة جديدة، يعني برضو هي بقالها 3 سنين بس. ويمكن بالنسبة لك انت قديمة يعني، بس هي الجديد فيها ان الموضوع هيزيد على المدى الطويل. بس هي مسألة وقت على ما تلاقي اعمال كتيرة انتراكتيف او اعمال كتيرة تفاعلية. وممكن انها تعمل تأثير بعد كده في المنصات
دي كده كل التطورات اللي الصناعة شهدتها الى الان. وطبعا كمان بالنسبة لموضوع الافلام القصيرة في المنصات الكبيرة دي حاجة عظيمة جدا وليها امتيازة كبيرة جدا على المدى البعيد. ان شاء الله طبعا بتمنى ان افلامكم تبقى من ضمن الافلام اللي يعني افتح كده في يوم نتفليكس ولا افتح شاهد الاقي افلام حضراتكم منورة فيها واتفرج عليها، واقول كمان رسالة اشادة بيها كمان، يعني لاني اكيد هشوف افلام حلوة من الناس اللي بتسمعني، وشغال على فيلم مثلا وداخل بيه مهرجان، اكيد فيلمك هيكون حلو اما اشوفه. وبتمنى التوفيق للجميع، وبتمنى كل واحد يبذل مجهوده. وطبعا اخر حاجة حابب اقولها ان الواحد حتى لما يعني بعد ما عدى مراحل تعليمه وبيشتغل، هو برضه هيبقى لازم يتعلم، لانه لازم يواكب العصر اللي بيتطور قدامه. الدنيا بتتغير بسرعة، السينما نفسها بتتطور، كل يوم بيظهر حاجة جديدة. فالمتخصص الصح هو اللي زي ما بيبقى فاهم كل حاجة لازم يتعلم اكتر ويتطور اكتر، ويشوف اخر التطورات ايه، علشان يواكب التطورات دي ويعرف يتعامل معاها. وفي نفس الوقت علشان لو في تطور جه على حساب انه ممكن ما يشتغلش ويقعد في البيت، يدور على البديل اللي يخليه يكمل ويعافر ويصارع من اجل ان هو يفضل موجود ويفضل يثبت نفسه ان هو دايما موجود في المجال. وبكده نكون انتهينا من الحلقة دي من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام، وعلى الشانل بتاعتي كمان على اليوتيوب احمد مصطفى. وتقدروا كمان تبعتولي فويس مسج، يعني اللينك طبعا موجود في الديسكريبشن بتاع الحلقة. ايا كان المنصة اللي انت بتسمعني منها اللينك هتلاقيه، تدوس عليه تبعتلي بصوتك اي حاجة عايز تقولها لي، سواء سؤال سواء اي حاجة، او تقولي رأيك في هذا الموضوع عن التطورات او البودكاست بشكل عام. وبشكركم جدا جدا جدا، ونتقابل ان شاء الله في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا تتابعوا حلقات فيلم فاكتوري بودكاست على مختلف المنصات السمعية اللي موجود اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن، وتقدروا تتابعوا من عليها الحلقات اللي هتنزل جديدة كل أسبوع يوم السبت الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة.